بسم الله الرحمن الرحيم. مقالة رائعة بعنوان السعادة قرار تصنعه بنفسك عبر أسلوب حياتك وتفكيرك. الكاتبة الدكتورة خلود البارون. السعادة حاجة وهدف يتمنى الجميع الوصول إليها بأي وسيلة يجدها مناسبة، فالبعض يربط السعادة بمال أو منصب أو تحقيق غاية، لكن الواقع هو أنها لا ترتبط بأمر ما، فكثير من المحرومين والفقراء سعداء، بينما يشكو بعض الغارقين في النعم من التعاسة والكآبة. وتشرح الدكتورة تغريدة الرفاعي، استشارية نفسية وتربوية في مركز مستشاركة، قائلة: السعادة نوع من المشاعر التي يمكننا التحكم بها واختيارها أيضا، وهي ضد الحزن. وأضافت: فكما أن الحزن هو شعور يحدث كردة فعل أو كاختيار ذاتي لأمر ما، فالسعادة أيضا شعور يمكن اختياره وصناعته والتشديد عليه كقرار عاطفي عقلي. لذا يمكن القول بأن السعيد هو شخص اختار وقرر أن يكون سعيدا عبر أسلوب حياته وتفكيره، وعرف بأن إحساس السعادة مصدره داخلي وليس خارجيا من الآخرين والأمور المادية، وأن عليه صناعة سعادته وتعزيزها بنفسه. 4 عادات تفسد السعادة. البعض يتبنى أفكارا وعادات تعيق سعادته وتنغص عليه حياته، وقد يصبح مدمنا عليها ويرفض التخلي عنها، مما يمنعه من التمتع بالحياة ويسبب تعاسته. ومن أهمها: أولا، التذمر. انتشرت أخيرا ثقافة التذمر، تسمى شعبيا التحلطم، وهي عدم الاكتفاء أو الإعجاب بأي شيء وكل شيء، فحتى في لحظات السعادة نشير إلى وجود أمر سلبي أو سيء. وللتوضيح فهناك فرق بين التذمر والفضفضة التي تجعلك تلجأ إلى صديق أو قريب للتحدث حول أمر صعب وثقيل على صدرك، أو للتفريغ عن مشاعرك والمشاركة في الأفكار والمشاعر. فالفضفضة تؤدي إلى الشعور بالتحسن والتواصل مع الآخرين والعودة إلى الإيجابية في الحياة. أما الشكوى فهي أن تشرح لشخص مشكلتك على أمل أن تجد لها حلا أو يساعدك في التغلب عليها، بينما ثقافة التذمر تجعل الشخص يبرز ويجد أمرا سلبيا في كل شيء، بما فيها ثوابت الحياة كالأسرة والعمل والدين. ثانيا، التركيز على النواقص وعدم رؤية المميزات. أفضل تشبيه لهذه العادة هو أن يرى الشخص دائما النصف الفارغ من الكأس، ولا يرى أبدا النصف الممتلئ. مثلا، أن يرى الزوج عيوب زوجته فقط، بأنها بدينة أو كثيرة النسيان، ولا يرى بأنها تحبه ونظيفة وأم ممتازة ومثقفة متدينة. أو أن ترى الزوجة بأن زوجها غير رومانسي، ولا ترى بأنه كريم وحنون وأهل للثقة. وبالمنوال نفسه ينطبق ذلك على رؤيتهم جميع النعم مثل الأطفال والبيت والعمل وغيرها. وهذه العادة تمنع الاستمتاع بالحياة، بل وتحول النعم إلى مصدر للألم والحسرة والمشكلات. ثالثا، التركيز على تغيير الآخرين. البعض يقضي طوال حياته وهو يحاول تغيير من حوله، مثل الزوج والأطفال وحتى الأصدقاء، حتى يصبحوا أشخاصا وفق هواهم أو ما يرغبون به، لكنه أمر مستحيل فعلا، فكل ما يمكنك تغييره هو نفسك فقط، وإدراك بأن عليك تقبل الآخرين كما هم والتعامل مع الحياة كما تأتي، وبدلا
من هدر طاقتك على محاولة تغيير الآخرين ولومهم على أطباع وأفكار متأصلة فيهم. حافظ على طاقتك لنفسك وركز على ما يعجبك فيهم، ثم اختر أما تقبلهم أو الابتعاد عنهم. رابعا، تفنيد وتحليل الأحداث الصغيرة قبل الأخيرة. فمن الخطأ أن تهدر طاقتك وتفكيرك في تحليل مواقف وأقوال تمر بك يوميا، بل تعود على مهارة التغاضي وتصغير الأمور وتقبل الأعذار. فهذه المهارة ستحسن كثيرا من علاقاتك بالآخرين وسلامتك الصحية والنفسية. وتذكر بأن حتى المواقف السلبية لها جوانب إيجابية. استقبل السنة الجديدة بالتخلي عن التالي. لزرع بذرة السعادة في السنة الجديدة، نصحت الدكتورة غدير باتباع الأفكار والعادات التالية. أولا، إرضاء الجميع غاية لا تدرك. من الخطأ أن يكون هدفك الأساسي هو إرضاء الجميع، لأنها غاية لا يمكن إدراكها، ومحاولة الحصول عليها ستجعلك تهدر طاقتك النفسية والوجدانية وحتى البدنية. لذا قرر بأن رضاك وسعادتك هما أولوية، ثم يأتي من بعدهما إرضاء الأشخاص المهمين لك. ثانيا، توقف عن جلد الذات وعقاب نفسك على أخطاء سابقة. ثالثا، توقف عن التردد والخوف من التغيير. كثيرون يتمنون التغيير، ولكن عندما يصلون إلى حافة أو خطوة التغيير يترددون ويخافون ويتحججون بأن الوقت فاتهم، أو قد كبروا على التغيير، أو لا يريدون أن يتغيروا، ثم يرضون بالوضع الذي تعودوا عليه على مضض وأسى. رابعا، اجعل لك هدفا ورسالة في الحياة. بيّنت كثير من الدراسات أهمية أن يكون للشخص هدف ورسالة حتى يشعر بالسعادة والقيمة في الحياة. لذا لا تتوقف عن تحديد أهدافك وأمنياتك ودورك وأهميتك لنفسك وللآخرين، ولا تعش كامتداد لأهداف الآخرين وأمنياتهم أو بحسب ما يطلبه الآخرون من دون تدخل منك، فذلك سيشعرك بقلة الأهمية والملل والبعثرة النفسية وحتى الكآبة ونقص الثقة بالنفس. خامسا، ثق بأنك لست أقل من الآخرين. من الخطأ أن تستمر في الاعتقاد بأنك ضعيف أو لا يمكنك أن تنجز أو تتغير أو حتى تتطور مثل الآخرين، فهذه الأفكار السلبية ستعيق حدوث أي تقدم وتطور في حياتك. سادسا، لا تبالغ في تضخيم الأمور. من الطبيعي أن تمر بمواقف حزينة وبخيبات أمل وتقوم بأخطاء، لكن تذكر بأن التغيير من سمات الحياة، ومن الطبيعي أن تتقلب الأحداث ما بين أحزان وأفراح. تذكر بأن السعادة مصدرها داخلي وليس خارجيا. من الخطأ أن تعطي قيمة لرضا الآخرين وسعادتهم وتجعل ذلك هو المصدر الأساسي لرضاك وسعادتك، فبالإضافة إلى ما ستشعر به من استغلال فذلك سيعطيهم فرصة للتحكم بصحتك النفسية وسعادتك أو شقائك، كما سيجعل حياتك وأهدافك مرهونة براحة الآخرين ورضاهم. ثامنا، استمتع بالأوقات السعيدة وتعود على الامتنان والحمد. تعلم الاستمتاع بالأوقات السعيدة وبكل نعمة مهما كانت صغيرة، فالبعض يخاف من الاستمتاع بالسعادة خشية من الحسد أو الغيرة أو المستقبل، أو حتى خوفا من السعادة، كأن يتوقف عن الضحك لاعتقاده بأنه سيؤدي إلى شيء محزن. تاسعا، اهتم بجمالك الداخلي كاهتمامك
بجمالك الخارجي. أهم خطوة لزيادة الجمال الداخلي هي طرد وإبعاد الأفكار والعادات السلبية وحتى الأشخاص السلبيين من حياتك، وتبني وترسيخ العادات والأفكار الإيجابية ومرافقة الإيجابيين والتصالح مع الحياة. إن شاء الله عجبكم المقال، إن شاء الله عجبتكم المقالة واستفدتوا منها، ومع السلامة وفي حفظ الله ورعايته. معكم الأستاذة وفاء جواد رمضان من مجموعة سعادة وتفاؤل وإيجابية.